لو مش راضي عن نفسك، شوف كل اللي بتكرره كل يوم هو اللي عامل الشخص اللي انت عليه دلوقتي، لأن هويتك ما بتجيش جاهزة. انت ما اتولدتش بمعتقدات ثابتة عن نفسك، كل اللي بتؤمن بيه دلوقتي اتكون مع الوقت من خبراتك ومن أفعالك المتكررة ومن العادات اللي بتعملها كل يوم من غير ما تحس. يعني ببساطة كده يا صديقي، عاداتك هي الطريقة اللي بتجسد بيها هويتك. يعني لما تصحى من النوم كل يوم ترتب سريرك، انت مش بس بتعمل فعل بسيط، انت بتجسد هوية شخص منظم. ولما تكتب يوميا، انت بتجسد هوية شخص مبدع. ولما تتدرب بانتظام، انت بتجسد هوية شخص رياضي. وكل مرة تكرر سلوك بتقوي الهوية المرتبطة بيه. طب ليه احنا بنصدق هويتنا الحالية؟ عشان عندنا أدلة. لو محافظ على الصلاة في المسجد، عندك دليل انك شخص ملتزم. ولو بتروح التمرين حتى وقت المطر، عندك دليل إنك شخص منضبط. وكل ما الأدلة تزيد، الإيمان بالهوية بيزيد معاها. ومش كل الأفعال بتأثر بنفس القوة، لكن العادات بسبب تكرارها هي أقوى أفعال بتبني صورتك عن نفسك. كل عادة تصويت، كل فعل صغير بيقول يمكن ده أنا. فعل واحد مش هيغير معتقدك، لكن مع التكرار الأدلة بتتكون والهوية بتتغير. عشان كده أكتر طريق عملي لتغيير نفسك هو التغيير اللي بتعمله. والخبر الحلو يا صديقي، أنت مش محتاج تبقى مثالي، محتاج بس الاتجاه العام يكون صح. تغلط، طب ما عادي اغلط. تقع، طبيعي طالما أغلب تصويتك في صالح هويتك الجديدة. لكن خد بالك، كل عادة سيئة هي تصويت لهويتك القديمة. الهوية الجديدة بتحتاج أدلة جديدة. وعشان كده التغيير الحقيقي بسيط. حدد نوع الشخص اللي عايز تكون عليه، وبعدين اثبت ده لنفسك بمكاسب صغيرة. عادة بسيطة، دليل يومي، لأن عاداتك بتشكل هويتك، وهويتك بتشكل عاداتك. دايرة ما بتوقفش. والسؤال الحقيقي مش انت عايز تعمل ايه، لكن انت في طريقك تبقى الشخص اللي عايز تكون عليه. والخلاصة يا صديقي، العادات مش تحديات مؤقتة ولا حيل سريعة. العادات مهمة لأنها تبني من تكون. انت حرفيا بتتحول إلى تجسيد لعاداتك، وكل فعل صغير هو صوت جديد للشخص اللي عايز تبقى عليه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت انك استفدت، شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك اي فكرة او موقف مفيد ابعتهولنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو انت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة او معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو انا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.